بعرف قد ايه انت بتكرهي الممثل ماكسيم خليل ودايما بتهاجميه بسبب ما قيل عن تصرفاته تجاه والدته، بالرغم انه انا ما باكد هالشي لانه ما معي دليل، ولكن انت قدرتي له موقفه من بعد اللي صار بسوريا وتركيا بسبب الزلزال المدمر. ليش هالتناقض فيك؟ مش تناقض يا عمي، هيدا منه تناقض، هون شي وهون شي، ليش بتعتبروه تناقض؟ طالع عم يحكي بتحسه عم يتلعثم، مش عم يعرف يقول. حضرت مرتين شو بده يقول، ما كنت افهم شو بده يقول، كنت اعرف، بس حسيته هو نفسه طالع من تحت الركان. هل قد كان صادق؟ طب شخص حس بوجع وطنه معقولي ما حس بوجع والدته؟ لا تتهميه؟ تركها وماتت لحاله. اف تركها وين؟ تركها بسوريا وهربوا مرته على باريس. بس ما هو ممنوع من دخول في يسحب امه ياخدها لعنده حتى على راسه، ما لها محل بشغل. بس كل بيت له ظروفه ستني. يا خيي ما بهمني، الله يلعنك اذا بتترك امك حتى لو شو ما كانت الظروف. بس ماكسيم ممنوع من فوته لسوريا، والدته ما انا عم بشرح لك، ليه ما عم تفهم علي؟ مثلك مثل كتار. انا عم بقول لك بيقدر يسحب امه لعنده على باريس، مش هيدا زلمه مليونير مش قادر يلاقي كوخ صغير، حتى بيقدر يحطها بفرنسا بمركز